اهلا بيكم. قبل الفاصل عرفنا يعني ايه ذكاء صناعي بشكل سريع. في الجزء ده هنعرف الذكاء الصناعي وصل لحد فين، ويا ترى هيتخطى فعلا الانسان ولا لا. لو قلت لك ان الاجابه على السؤال ده محتاجه مش اقل من 10 حلقات مش هتصدقني، ولاننا مش هنعرف نعمل ده انا هحاول اوصل لك الموضوع في ابسط صوره بنماذج نوضح الفكره علشان نجاوب بيها على السؤال المعقد ده. اول حاجه لازم نفهمها ان مشكله تطور الذكاء الصناعي علشان يحاكي مخ الانسان معتمده على ان برنامج الذكاء الصناعي او الاله لازم يكون عندها ادراك او وعي، اضافه لانها ممكن تتعلم وتطور نفسها او تطور البرنامج بشكل مستقل. طبعا ده شيء مرعب، بس ده التطور الطبيعي للذكاء الصناعي. علشان نفهم يعني ايه الكلام ده هديلك مثال من فيلم اتعرض سنة 2015 اسمه اكس ماكينا. الفيلم ببساطة بيحكي قصة بروجرامر او مبرمج كمبيوتر كسب مسابقة في شركة كبرى للبرمجيات، والمسابقة دي أهلته انه يقضي اسبوع مع رئيس مجلس إدارة الشركة الأكثر ذكاء. المفاجأة ان البروجرامر ما كانش عارف ان رئيس مجلس إدارة الشركة اختاره علشان يؤدي دور العنصر البشري في تجربة تورينج تيست مع برنامج كمبيوتر بيتحكم في إنسان آلي بنت اسمها إيفا من ابتكار رئيس مجلس الإدارة. طبعا انت فاكر تورينج تيست اللي اتكلمنا عليه قبل الفاصل، واللي تورينج قال ان دي طريقة علشان نعرف بيها اذا كانت الآلة وصلت لذكاء الإنسان ولا لا. وخليك فاكر ان الذكاء الصناعي مش بالضرورة يكون إنسان آلي او روبوت، علشان البرنامج اللي بيشغله هو الأساس. المفاجأة علشان ما احرقش الفيلم اللي عايز يتفرج عليه ان المبرمج اكتشف ان الإنسان الآلي ده بالبرنامج بتاعه كان أكثر وعيا وإدراكا مما هو كان متخيل، ولا حتى مما كان متخيل رئيس مجلس الإدارة، وحصلت مفاجآت كتير لازم تشوفها بنفسك. مثال لتطور موضوع الذكاء الصناعي العام أو Strong Artificial Intelligence، بس ده فيلم لسه الموضوع خيال صح؟ طب ايه رأيك بقى ان في يوليو 2015 مجموعة من 3 روبوتس اجتازوا اختبار شهير جدا للإدراك والوعي الإنساني اسمه فزورة حكماء الملك؟ شكلك ما تعرفهاش. اقول لك بقى ايه الفزورة دي ونفكر مع بعض شوية. كان يا مكان في سالف العصر والزمان ملك من الملوك مات المستشار بتاعه، فكان عايز يختار مستشار جديد. الملك دعا اكتر 3 حكماء حكمة وذكاء في البلد وقرر انه يعمل لهم اختبار. الملك قال لهم اللي هيفوز هيبقى المستشار بتاعي، وقال لهم كمان ان الاختبار عادل بينكم جميعا، وامر الحراس فجابوا 3 قبعات ملونة وحطوا على راس كل واحد فيهم واحدة. الملك قال للحكماء انا اوعدكم ان واحدة على الاقل من هذه القبعات زرقاء. المهم بقى من موضوع قواعد اللعبة كمان ان مفيش حكيم هيشوف القبعة بتاعته، لكن ممكن يشوف قبعة الباقيين، لكن مش مسموح لاي حد فيهم كمان انه يتكلم مع اي حد تاني. الملك قال لهم ان فرصكم متساوية، واللي هيعرف لون القبعة اللي هو لابسها هعينه مستشار. ايه رأيك بقى، عرفت الحل؟ الحل ببساطة ان كل القبعات زرقاء، وحل اللغز في كلام الملك ان فرصهم متساوية. ايه علاقة ده بالروبوتس والذكاء الصناعي؟ مع تعديل بسيط في الفزورة دي مجموعة من العلماء برمجوا الروبوتس ال3 بحيث ان البرنامج يوهمهم ان كل واحد فيهم خد حباية بتمنعه من الكلام. في 2 من الروبوتس دي على راسهم زراير، لما بيتضغط عليها من العلماء ما بيعرفوش الروبوتس يتكلموا. اما الروبوت الثالث الزرار اللي على راسه وهمي ما بيمنعوش من الكلام. بعد كده سألوا كل واحد فيهم مين فيكم اللي خد حباية عدم الكلام، طبعا ولا واحد فيهم نطق ما عدا الروبوت الثالث اللي الزرار بتاعه وهمي. قال ايه بقى؟ انا معرفش. لكن بعد ثواني بسيطة عدل كلامه تاني وقال انا اسف، انا عارف دلوقتي مين اللي ما اخدش حباية عدم الكلام، انا اللي ما اخدتهاش. طبعا ده معناه ان الروبوت لما سمع صوت نفسه عرف ان هو الوحيد اللي اتكلم، وبالتالي استنتج ان هو الوحيد اللي ما خدش الحباية. شيء مبهر ومخيف في نفس الوقت، يعني الروبوت حس بنفسه وبقى عنده وعي زي ما هتسمع حالا. Which bill did you receive? I don't know. Sorry, I know now. I was able to prove that I was not given a dumbing pill. طبعا ده بالنسبة لعقل الإنسان موضوع سهل جدا، ودي قدرة من قدرات الإدراك عند البني آدمين. لكن بالنسبة للروبوتس ده موضوع خطير لأن ده بداية حقبة الإدراك أو الوعي أو الكونشسنس عند الآلة. أي حد بيفهم في الكمبيوتر والبرمجة هيقول لك طيب وإيه اللي يمنع إن ده كله متبرمج في الروبوت مثلا؟
انه لو سمع صوته يقول الكلمتين دول. ده سؤال جميل، بس الموضوع مش بالسهوله اللي انت فاكرها دي خالص. بعد التجربه دي كل روبوت منهم كتب معادله رياضيه بتثبت طريقه تعامله مع السؤال وازاي فهمه. الاهم بقى ان الروبوت اصلا عنده وعي او ادراك للي حواليه ومنها صوته، اضافه للمعلومات اللي خزنها زي السؤال، وفي نفس الوقت قدر يتفاعل مع السؤال مره تانية ويصحح نفسه. ده جزء بسيط من الادراك في جزئيه محدده، وهي جزئيه سؤال مش اكتر ولا اقل. يعني الروبوت ما عندوش وعي كامل او عميق بكل حاجه، ولا حتى عنده وعي باختلاف ايده من ايد الروبوت اللي جنبه، وده جزء صغير جدا من الوعي اللي موجود عند البشر. بروفيسور سيلمر برينجورد اللي كان مسؤول عن التجربه دي قال ان السبب الوحيد ان الروبوت مش هيبقى عنده نفس وعي الانسان ان الانسان عنده وعي كامل او عام، والروبوت ما بيقدرش يهضم كل المعلومات اللي حواليه ويحولها لوعي كامل بالعالم المحيط بيه. طبعا ده مش معناه انه مستحيل. بروفيسور سيلمر بيقول ان لو الروبوت عدى اختبارات كتير بالشكل ده حتى لو محدوده هيقدر يكون واعي وعنده ادراك محدود للموقف، وبعدين يبدا يستدعي الموقف مره تانية وقت ما يحتاجه. بالظبط زي ما الطفل بيبدا يتعلم العالم اللي حواليه من اول ما بيتولد، لكن هو مازال مصر ان ده وعي محدود للغايه مقارنه بوعي البشر. انت متخيل الكلام ده معناه ايه؟ الكلام ده معناه ان وصول الآلة لمستوى وعي معين من الذكاء حتى لو بسيط ممكن يعمل كوارث. بلاش حتى على مستوى الحاجات اللي بتشوفها في افلام الخيال العلمي وان الروبوتس هتقتل الانسان والكلام ده، لكن على الاقل ممكن يخدعك بسهوله لانه اسرع واكثر دقه منك ويقدر يلعب عليك بسهوله، وبالذات في التطبيقات بقى اللي هتكون موجوده على الكمبيوتر والموبايل واللي فيها تطور رهيب للذكاء الصناعي. خد عندك في 2014 برنامج عمله مجموعة من الباحثين اسمه يوجين جوستمان. البرنامج ده كان عبارة عن برنامج دردشة خدع العلماء اللي كانوا في التجربة واللي اتكلموا معاه لمدة 5 دقايق، وقدر يوصل لهم انه فعلا ولد وعنده 13 سنة من اوكرانيا. البرنامج اتعرض في الرويال سوسايتي او الجمعيه الملكيه في لندن، وكان اول برنامج يجتاز اختبار تورينج اللي اتكلمنا عليه، وخدع 33% من لجنه التحكيم واللي ما قدروش فعلا يميزوا اذا كان ده برنامج كمبيوتر ولا ولد بجد بيتكلم معاهم. طبعا الموضوع ده عمل ضجه جامده حوالين العالم، وبدا كتير من العلماء والخبراء المعروفين على مستوى العالم يحذروا من خطر تطور الذكاء الصناعي. عندك مثلا عالم الفيزياء الشهير ستيفن هوكينج اللي قال ان الذكاء الصناعي معتمد حاليا على مين اللي بيتحكم فيه، لكن في المستقبل محدش عارف اذا كان ممكن نتحكم فيه اصلا ولا لا. عندك كمان بيل جيتس وستيف ووزنياك من المؤيدين لفكرة وجود معايير لتطور الذكاء الصناعي، ده غير إيلون ماسك المعروف بايرون مان الحقيقي، قال بالحرف الواحد ان ده استدعاء للشيطان. على العموم بقاء البشر على الأرض أو في الكون معتمد على ذكائهم، وإذا كان في أجهزة أو آلات ممكن تتحكم في نفسها وتتخطى ذكاء البشر فده معناه نهاية الحياة زي ما احنا عارفينها. ويمكن فيلم آي روبوت اللي مبني على قصص قصيرة للعبقري أيزاك أسيموف اتعرض للفكرة دي. The rollout of USR's new generation of robot, the NS5, was marred by the death of designer Alfred Lanning. Identify. Murder's a new trick for a robot. Respond. Don't murder him! We're gonna miss the good old days. What good old days? When people were killed by other people. My robots don't kill people. That thing threw somebody out of a window. Is that registering with you? A robot cannot harm a human being. And you trust them if you want to. We look to robots for protection. Imagine the loss of all that we've gained because of an irrational paranoia. Does thinking you're the last sane man on the face of the earth make you crazy? Because if it does, maybe I am. Maybe you can be looking in the shadows all the time. See, you remain suspicious of me, detective. You know what they say about old dogs? Not really. زي ما قلت لك موضوع الذكاء الصناعي صعب جدا نغطيه في حلقة، لكن لازم تعرف ان مازال في فرق كبير جدا بين الانسان والآلة او الروبوت. في علماء زي دكتور جاستن هارت خبير الروبوتس بيأكد ان الانسان عنده حاجة اسمها الوعي الظاهري، مش موجودة ومش هتبقى موجودة عند الروبوتس. لكن يا ترى دي معناها ايه؟ ببساطة دي عبارة عن الإدراك أو الإحساس اللي بيجيلك للوهلة الأولى لما بتشوف أو بتفكر أو بتحس بحاجة معينة. تخيل إنك بتشوف منظر معين، المنظر ده بيعبر عن حاجات كتير عندك في ذكرياتك وفي تجاربك وفي وعيك وإدراكك، مجموعة بقى مرتبطة ومتشعبة ومتشابكة في نفس الوقت من الأفكار والأحاسيس. الروبوتس ممكن تقدر تحاكي جزء من الوعي أو الإدراك، لكن هتفضل زومبي ما عندهاش فلسفة ولا إدراك حسي عام. ضيف ليهم بقى كمان الإحساس بالسعادة والحزن والألم والمشاعر المختلفة اللي صعب جدا تبرمجها في روبوت، واللي لسه العلم لحد دلوقتي مش عارف يفهمها بشكل صحيح.
بغض النظر عن ان التطور المرعب في الذكاء الصناعي ممكن يوصلنا لحاجات مش متخيلينها ولا مدركينها دلوقتي، لكن كل اللي انا اقدر اقوله لك ان التجارب دي بتبين قد ايه الانسان كائن معقد. وبدل ما تخاف من الذكاء الصناعي، اعتبر الحلقة دي دعوة لانك تستمتع بكونك انسان. استنونا في حلقة جديدة وتيك توك على القاهرة والناس.